وبيبدا الفيلم بالطلبه اللي خاربين الدنيا قدام الكليه بتاعتهم دي. وزير التربيه والتعليم بيحضر في المكان. هو بيقول للظابط ازاي يعني مش عارف تلم العيال دول؟ بيقول له هلم مين ولا مين يا كبير؟ دول كتير قوي يا معالي الوزير. بيقول للظابط اجي بكره ما الاقيش حد في الكليه خالص، مفهوم؟ بيقول له يا ريس هنضربهم يعني؟ بيقول له اه لو وصلت الضرب اضربهم وانا هبعت لك القوات اللي انت عايزها ها. وبيسيبه ويمشي. وفعلا يا صديقي بيبعت له قوه ولكن ما بتكونش من الشرطه، بيكونوا بلطجيه لابسين لبس شرطه بينزلوا فيهم تخبيط ومحدش بيكون عارف يصدها. واحد منهم بيقول لهم يلا بينا على مايكل يا رجاله، لو فضلنا هنا هيخلصوا علينا. كلهم بيروحوا جري على مايكل ده. هو بمجرد ما بيخش جوه صدادات المنطقه بتنزل. واحد من البلطجيه بيقول لزعيمه بلاش نخش المنطقه دي. بيقول له على هو بيخش جوه. كل اللي في المكان بيفضلوا يضحكوا عليهم. والشبل ده بيقول له ايه اللي جابك هنا يا حزين؟ جاي هنا وشايل سكين؟ ما تعرفوش المنطقه دي زعيمها مين؟ بيقول له هتتضرب انت وزعيمه. ابوهم خلاص هيضربوه. تفتكر ان ده هيحصل يا صديقي؟ لا والله، صاروخ بيتضرب في وشه. مين بقى بيكون اللي بعته؟ يا اسد العرين وحش الفشارين الكداب التي بقدراته مشيلوه هيشيل اعداء الطين. مايكل ابن رايا بيلف الجنزل على دراعه وحماده بيجي جري عليه. هي واحده الكدب على الارض بيرميه. زقله بيخش بيحصل اللي قبليه. اللي بعده انا هساعده. بيكسر في عظمهم بكل غباء ورغم كترهم ولا واحد بيسد معاه. بيزهق منهم بيطلع عليهم نسوان الحاره بياخدوها جري وراهم لحد ما بيخرجوهم بره المنطقه. رئيس الطلبه بيقول له تسلم اخويا. بيقول له يا عم حاجات بسيطه. واهل المنطقه بيكونوا كلهم في منتهى السعاده بيه. بياخد بعضه وبيروح لوزير التربيه والتعليم في مكتبه. بيقول له ايه ده يا ريس؟ انا شفت الخبر اللي انت منزله على صفحتك، قال هتهد الكليه والشباب عاملين عليك مظاهرات بره. بيقول له ايوه. بيقول له نهار اسود، ده في اشاعات بتقول انك بعت بلطجيه لابسين لبس شرطه ضربتهم. بيقول له مفيش الكلام ده. بيقول له عاش عليك، تعالى كده ايه رايك؟ دول شباب الكليه، ايه رايك اتكلم معاهم انا بلسانك واحاول اقنعهم واخليهم يسيبوك تهد الكليه؟ بيقول له خش هتجيبك. بيقول لهم يا شباب بامر من وزير التربيه والتعليم الكليه بتاعتكم مش هتتهد. بيفرحوا قوي. بيقول لهم مش كده وبس، الوزير كلم وزير التعمير والاسكان وهيجددوا لكم الكليه بالكامل. بيفرحوا اكتر. بيقول للوزير امسك العقل، انا عارف انك بتتقطع من جواه بس ارفع ايديك وخد اللقطه بدل ما يطلعوا عليك ياكلوه. بيرفع لهم ايديه وبيروح على محطه القطر يستنى صاحبه كاسيه. وفعلا صاحبه بينزل من القطر بيلاقيه قدامه. بيقول له صاحبي المدرب. بيقول له اخويا مايكل الشقي، ايه الاخبار يا عم؟ بيقول له تمام. بيقول له ده بقى فريق تمبل نندل كره القدم، دي فيمبو. بيقول له دي ماري ودي بنديما ودي سندا. بتقول له انت ازاي تعرفنا كلنا؟ بيقول لها المدرب بتاعك اخويا دايما بيحكي لي عنكم يا رجاله، خليكم هنا مع البنات لحد ما يركبوا قطر دلهي وانا هوصل كاسير واقعد معاه شويه واجي لكم. وفعلا بيمشوا وهوب واحد بالمكنه دي بيخش فيه. بيقول له امشي بسرعه. خش يمين. بيلاقوا مكان كتير جاي عليهم في وشهم. بيمسك الطاره هو بيلفها الناحيه الثانيه ولكن اولاد الهرمه بيحدفوا على ازاز العربيه بيض. وكاسير ما بيكونش قدامه حل غير انه يوقع. مش قلقان لان معاه وحش عنيف معلم في صيد الخرفان. بيقول له قفل العربيه على نفسك ومهما حصل ما تخرجش منها. بينزل وبيقفل باب العربيه. اول واحد بيجي جري عليه بالمكنه بيرمي عليه الحديده دي بيجيبه على الارض. بالنسبه للمكنه صديقي بتفضل ماشيه عادي. بيمسكها بايديه ومن كتبه بتلف 5 طول بعرض. 2 كمان بيخشوا عليه بيرمي عليهم المكنه بيحصلوا اللي قبليهم واللي بعديهم الكداب مش هيعديهم. بينزل تحت ردم فيهم لحد ما بيجي ابن الهرمه ده ومش هقول اسم العربيه حفظا على سلامتك يا صديقي. المهم بينزل من العربيه بالسكينه دي وبيروح على العربيه اللي فيها كاسيه. اما الناحيه الثانيه اخونا شغال كدب مزحلق المكان ولا كانه صابونه يا جدعان. بيكسر عظمهم ما بيكونش فاضل غير زعيمهم وقناع. بيخش على مايكل وبيديله ضربه. لا اشهد لك تضرب كداب زي ده تبقى شجاع. المهم بتكون له اخر ضربه يا حبه عيني ومن بعدها عينيك ما تشوف الا التكسير في عظمه. بيشيل الفلينه دي من على وشه. بيطلع دانيال ابن الهرمه بيقول له هو انت تاني؟ ربنا مش هيتوب عليك يا ابني، كل مره تيجي وبحط عليه. على هادي بيكسر عظمه. هو بيقول له برده مش هقتلك، خده ياض منك ليه؟ خده بدل ما اغير رايه. يلا بياخدوه بالمكنه ولكن ابن الهرمه بيقول لمايكل لسه اللي هتشوفه مني اكتر. بيقول له يلا من هنا هرش ميه. بيرجع تاني على العربيه. هو بيقول له يلا بينا يا اخويا عملت لك معاهم الجلاشه. وهو كسر بينام على الطاره. واللي حصل يا صديقي ان ابن الهرمه دانيال لما وصل ضربه بالخنجر خرم رقبته. ايه ده مخرج الحلاوه دي يا بسهوله كده كسر ازاز العربيه؟ هي كانت عربيه لعبه ولا ايه؟ المهم يا صديقي مايكل بيكون في منتهى الصدمه وبياخد كسر جري على المستشفى. بيدخلوه اوضه العمليات ومايكل بيفضل مستني بره. هو البنات اللي بيدربهم كسر. الدكتوره اخيرا بتخرج. بيقول لها خير يا دكتوره؟ بتقول له بسيطه يا عم، دلوقتي هو بقى زي الفل بس السكينه حصلت العمود الفقري مش هيقدر يتحرك الا بعد سنه من النهارده. البنات كلهم بيفضلوا يصوتوا. مايكل بيقول لها لا يا دكتوره ما ينفعش، لازم يسافر على دلهي بكره، ده مدرب نادي كبير والبنات دول لعيبه وراهم بطوله ولازم يروحوها. بتقول له يا عم كلها كام يوم وهيتحرك عادي بس على كرسي متحرك، يلا اشوفك بكره سلام عليكم. وبتسيبه وتمشي. واحده من الفريق بتروح له وبتقول له انت مين يا جدع انت؟ وازاي بلطجي زيك يعرف مدرب كوره كبير زي المدرب كساب؟ بلطجي، ما هو اللي وقفوه بلطجيه زي دول يبقى زيهم بلطجي، كانوا عايزين يضربوك انت ولكن هو خد الضربه مكانك. يا رب تكون مبسوط. انت عارف انك ضيعت احلامنا كلنا، دي فرصتنا الوحيده علشان نحقق احلامنا واديك ضيعت الفرصه. انا امي ماتت وماليش حد خالص والدنيا بتلطش فيا ودي ابوها مات ودي ابوها بتاع جزا ودي امها بتبيع سمك في السوق، كلهم كانت فرصتهم البطوله اللي احنا رايحينها دي واديك انت ضيعتها مننا. التانيه بتقول له بعد اذنك غور من هنا، غور مش طايقينك قدامنا. بيسيبهم ويمشي. هو
وبيكون في منتهى الحزن. ثاني يوم رئيس النادي بيروح لكثير في المستشفى، هو بيقول له الحمد لله على السلامه يا بطل. بيقول له البطوله يا ريس. بيقول له يا عم ما تشيلش هم. بيقول له لا شايل، البطوله دي كانت حلمي انا والبنات، كنا بنحلم نعمل فيها اي حاجه. بيقول له يا عم انا هاخد البنات واروح، واكيد هلاقي مدرب بديل يعني ما تشيلش هم. بيقول له يا ريس دي اول مباراه قدامها ايام معدوده، مفيش مدرب هيعرف امكانيات البنات بالسرعه دي، وحرام بقالهم 8 شهور تدريب من نار علشان يحققوا احلامهم، لازم مدرب يكون فاهم الوضع. بيقول له يا ابني ومين المدرب اللي هيفهم الوضع في 10 ايام؟ احنا كده مش عايزين مدرب، احنا حرفيا عايزين ساحر. بيقول له الساحر موجود. بيقول له مين ده بقى؟ بيقول له بيجال. مين بيجال بقى ده يا صديقي؟ خلينا احكي لك قصته من البدايه. من 7 سنين فاتوا الاستاد ده كان مليان جمهور ملوش اول من اخر. المعلق بيقول احب ارحب بيكم في نهائي بطوله عبد الكلام، وفي النهائي بيكون بين فريق تمبل وفريق البنجاب. المهم قائد فريق تمبل هو مين؟ رقم 5 صديقي، وها هو الوحش العنيف، اللاعب الخفيف، الخطير التي بقدراته هيكدب في ارض الملعب كتير. بيجال هو مايكل يا صديقي. المهم المباراه بتبدا والكره بتكون مع فريق تمبل، بتتبصل للولد الخطير في نص الملعب، لاعب بيخش عليه بياكله على العالي، واحد تاني بيخش عليه برضه بياخده على العالي، الكره بتنزل على رجليه ويوزع. فريق بنجاب بيسنطر، ولكن فريق تمبل بياخد الكره تاني بين الخط الوسط، ولكن بتتساب للجناح، ولكن بيضيعها يا صديقي. بياخدوا ضربه ركنيه، هو مايكل بيكون في منطقه الجزاء، ولكن دونا بيسيب الدفاع والكره بتتلعب له، بيباصيها بالراس بتروح لصاحب الخلاص، باكورد من الباص في المرمى عملها الكداب الكبير، حط الكره في الجون الشلاط المسيء. فريق البنجاب يا حب تاني برضه بيسنطر، هو بيروحوا بهجمه بتقطع منها مرتده لفريق تمبل، والكره بتوصل لمايكل بيديها الكثير اللي بيوزع. البنجاب يا روحي تاني بيسنطروا، ومن غير ما كتر تمبل بيروح بهجمه تاني، الكره في منطقه الجزاء بتتوزع من غير استلام، باكورد في ال90 من مين؟ من ابن الكدابين، هاتريك مجنون، اول مره في تاريخ الكره العالميه هاتريك باكورد يا بشريه. شوف الشلطه صديقي، ده كريستيانو افضل لاعب في التاريخ علشان جاب باكورد في مباراه واحده، خف الكدب يا كداب. المهم ابو الصحاب خلينا مصدقين ومع بعض مكملين. المهم يا صديقي تاني مباراه بياخد الكاس، في الوقت ده العربيه دي بتقف في المكان ده، والبلطجيه دول بيحوطوها من كل اتجاه، غلبانين ما يعرفوش جواها مين. ابو مايكل رايا ابن الكدابين بينزل بالسكين، وزعيمهم اليكس بيكون في منتهى الراحه. رايا بيقول له يا ابني مش قلت لك اللي اوله رنجه اخرته عيد؟ رجاله اليكس بيخشوا عليه ولا بيشغلوه، بالسكين بيشرح في كل اللي بيحوطوه، وشويه منهم مجرد ما بيبصوا لهم ويشوفوه بياخدوا طوبهم في اسنانهم وجري من المكان. اما الشجعان اللي فاضلين شجاعتهم بتكون نهايتهم في نفس المكان، بيشرح فيهم شمال وشمال لحد ما بيخلص عليهم بالكامل، ما بيكونش فاضل الا اليكس ودانيال، ما بيرضاش يخلص عليهم او بيسيبهم ويمشي. في الوقت ده ابنه مايكل بيكون راجع بالكاس، وهو على محطه القطر ياسر بيقول له الحق اسطى في وزه جامده قوي بتتخانق تحت. بيقول له بجد؟ وبينزل جري يتفرج عليها هي وبتضرب في الشباب. بيقول له زمايله شايفين البت وحشه عنيف ما تعرفش الرحمه، وهوب بتخطف منه الكاس وبتضرب به واحد منهم، بيغضب ولكن ما بيقدرش يكترهم معاها لا تضربه، بيضرب في زمايله وبيروح يكمل على الشباب اللي عكسوها، بياخد منها الكاس متكسر وبيقول لها ايه اللي هببتيه ده؟ بتقول له ايه المشكله؟ يبقى تعالى لي على المكتب بتاعي هدي لك واحد غيره. بيقول لها غيره مين؟ انا والفريق لاعبين 6 مباريات من نار عشان ناخد الكاس ده، وانت في الاخر هتجيبي لي غيره؟ تقول له يا عمري ما تزعلش هجيب لك واحد زيه بالظبط، وبتسيبه وتمشي. مايكل بياخد الكاس وبيرجع يحطه جنب الجوائز اللي واخدها. يوم رايبه بيصحى من النوم والظابط بيحضر في المكان، بيقول له رايبه في اجتماع النهارده، الوزير حضر وكلهم عايزينك مستنيينك. بيقول له خلاص روح وانا هاجي وراه. بيقول له لا ما هم قالوا لي اخدك معايا. بيمسكوه ولكن مايكل بيقول له انت اتجننت. بيقول له خلاص يا بيجان. بيقول له يابا، بيقول له قلت لك خش جوه. بيخش جوه وابوه بيقول للظابط ابن النهارده هيلعب مباراه مهمه قوي يا حضره الظابط، هطمنه عليا واسلم عليه واجي وراه. وفعلا بيخش له جوه بيقول له في ايه يا بيجان؟ انا مجرم يا ابني وده ظابط اكيد هيعاملني بالطريقه دي، وبعدين انت بتزعق له ليه؟ انا مش عايز حد يقول الواد زي ابوه مجرم، انت راجل رياضي والناس كلها بتحبك، روح العب ماتشك وهات الكاس وتعالى، ما تنجز يا وترد عليا على في حضن ابوك بقى. بياخده بالحضن وفعلا مايكل بيروح على الماتش. رئيس الاتحاد جاي بيحضر بنفسه علشان يشوف المباراه علشان لو لاعب عجبه يضمه للمنتخب. المباراه بتبدا وسمر بيكون قائد فريق مانيبار، بيجي بيقول له بالتوفيق يا ريس. بيقول له استنى انا ملاحظ ان الكل بيهتف باسمك، اسمع واستمتع كويس لان بعد 5 دقايق من بدايه المباراه محدش هينطق اسمك تاني. انت طبعا فاكرني بهتك علشان ما تركزش في المباراه والكلام الاهبل ده، صدقني مش هتعرف تاخد مني البطوله دي. بيقول له بص انا عارف كويس انك ما خسرتش ولا نهائي من يوم ما لعبت، بس قدام الموضوع هيكون مختلف حبتين، مش هقول لك انا والحديد التانى، انا هسيبك تشوف بعينيك، شوف وانا باخد الكاس منك وبحصرك عليه. بيقول له هنشوف. المباراه بتبدا وجاي بيكون مركز فوق، هو فريق مانيبور بيروح بهجمه مرتده عرضي على منطقه جزاء تمبل، بتوصل على راس سمر ويوزع. بيبص على بيجيل بيقول له لعب الدماغ غلا. بيجيل بيسقف لزمايله، وتاني هجمه برضه سمر بيروح ويراوغ ويعدي ويصور، بيجيب الهدف الثاني والشوط بيخلص 2-0
ضفر الفريق مانيبار. بيجل بيلم زمايله وبيقول لهم فيها يا رجاله احنا افضل منهم بكتير ولكن مش لاعبين، واقفين بنتفرج على مهاراتها ونسينا خالص مهاراتنا. اللي فات ده وشفناه نعتبره مهاراتها، خلص شوطها واللي جاي لازم يكون شوطنا. وفعلا بيبدا الشوط الثاني. بيجل بسنطار وبيراوغ بيعدي الاول والثاني، بيدي وان لزميله وزميله بيديله تو، بيروح على الثالث بيقلبه على الدندو، بياخد الرابع على الطاير ويوزع. فريق مانيبور بيسنطر ولكن خط وسط تمبل بياخد الكوره بيوصلوها للجناح اللي بيروح بيديها راس الحربه، وراس الحربه بيديها الكساب بيحطها حطت معلمين، وكده النتيجه 2-2 لفريق تمبل المهوب. بيجل بيقول لسمر عايزك تستمر يالا ها. المباراه بتستمر وبتروح ركنيه لفريق تمبل. بيجل بيشاور لزمايله بيلعبوها له على دماغه ويوزع، بيجيب هدف الانتصار بمجهوده الفرد الجبار. كتبع على هذا صرصار. المهم صديقي بياخدوا الكاس وكلهم بيكونوا في منتهى السعاده. في الوقت ده ابوه بيروح الاجتماع اللي بيكون فيه رئيس القسم والوزير واليكس ودانيال ومسؤولين ومجرمين تقال قوي في الولايه. الظابط بيقول له ليه ضربت رجاله اليكس؟ مش في بينكم معاهده سلام؟ بيقول له مع معاهده السلام في اتفاق اليكس ما عملش بيه يا باشا. الباشا كان عايز يقتل عيله من منطقتي علشان كده رحت ضربت رجالته، ولو فكر تاني يأذي اي حد من منطقتي هيلاقيني في وشه. المره اللي فاتت ضربت رجالته بس المره الجايه هخلص عليه وعلى كل رجالته. ولا انت عندك راي تاني يا وزير؟ بينزل عينيه في الارض. الظابط بيقول له ايوه يعني انت ايه اللي يرضيك علشان تبعد عن رجاله اليكس ودانيال؟ بيقول له انا لا عايز سلطه ولا حصانه ولا فلوس، عايزهم يبعدوا عن اي حد من اهل منطقتي، ولو اي حد من اهل منطقتي غلط ييجوا يتكلموا معايا وانا هربيهم واجيب لهم حقهم من التخين فيهم. عايز اي حاجه مني تاني؟ يلا سلام عليكم. دانيال بيقول له ولا انت مجنون؟ ازاي احنا بنتكلم وتسيبنا وتمشي؟ رجالته بيغضبوا. بيقول لهم خلاص يا رجاله اقعدوا. تعالى يا حبيبي انت عندك كام سنه يا عمري علشان تتكلم واحد قد ابوك بالطريقه دي؟ بيقول له مالكش فيه. بيقول له محترم يا ابني ويوزع. بيقول لهم واي حد هيقل ادبه تاني مش هعامله غير بالطريقه دي. وانت يا اليكس ذراعك اليمين دانيال كلمني بطريقه وحشه وما قلتلوش عيب. عارف ده معناه ايه؟ انك راجل مالكش كلمه، وبما ان مالكش كلمه يبقى مالكش وجود يا هتيا لحد الجاي. لو لقيتك في تمبل كلها هزعلك مني. احسن لك لم هدومك وخد مراتك وعيالك ورجالتك واهرب من هنا. هو بيسيبهم ويمشي. في الوقت ده جاي ورئيس الاتحاد بيروح لبيجال وبيقول له عاش عليك يا اسد، انت موهبه بجد يا ابني، يوم من الايام هتكون قائد منتخب الهند. بيقول له تسلم يا ريس. بيسيبوه ويمشي. وبعدها باسبوع بيجال بيفضل مستني الورقه اللي مكتوب فيها اسماء لعيبه المنتخب الهندي. وفعلا كثير بيجيب الورقه وبيقول له مصيبه يا اخويا، لا اسمك ولا اسم اي حد فينا في فريق المنتخب. بينصدم وبيقول له ازاي الكلام ده؟ بيقول والله رئيس الاتحاد ما كتبش اسم حد فينا. ابوه بيخرج بره وبيقول لهم فيها ولا ليه صوتكم عالي؟ بيجل بيقول له ما فيش حاجه يابا. بيقول له ازاي ما فيش؟ بيقول له يا ده كثير انت ايه اللي حصل؟ بيقول له يا عم ما حدش فينا راح المنتخب ولا حتى بيجال. بيقول له ازاي يا ابني؟ مش انت قلت لي ان رئيس الاتحاد كلمك وقال لك انك انت في يوم من الايام هتبقى قائد المنتخب؟ ازاي ما ياخدكش اصلا؟ بيقول له ما تشيلش هم يابا، انا هروح اشوف الدنيا فيها ايه. بيقول له لا انت ما تشيلش هم حاجه، انا هاخدك ونروح له. وفعلا بياخده وبيروح له. بيقول له تعالى اتفضل. بيقول له انا رايبه ابو مايكل. بيقول له طبعا انت اشهر من نار على الحله، مين ما يعرفكش يا عمها؟ بيقول له انت عارف ان ابني موهبه وهداف الدوري الهندي وياما جاب بطولات لفريقه. بيقول له طبعا ابنك محترف موهبه، انا قلت له انه في يوم من الايام هيكون قائد المنتخب الهندي. بيقول له طيب انت ما اخترتوش خالص يا فندم؟ بيقول له بصراحه احنا اخترناه بس اما بصينا على سجله الجنائي لقيناه نضيف، بس للاسف سجلك انت ما شاء الله يعني مسمى مجرم قد الدنيا. بيقول له طب وده مش حرام يا فندم؟ ابني عكسي تماما، عارف وانت شفت مهارته بنفسك وسجله نضيف زي بدله حضرتك بالظبط. بيقول له انا عارف بس تخيل معايا كده ابنك هيسافر وسط لعيبه المنتخب، ولو واحد من اعدائك حب ينتقم منك قال اضرب ابنه اكيد هيهجم على الباص اللي فيه كل اللعيبه، مش ابنك بس اللي هيتاذي، ابنك وباقي اللعيبه، صح ولا لا؟ بيقول له يا ريس ابوس ايديك، انا طول عمري خايف حاجه زي دي تحصل لابني بسببي، صدقني انا ماليش اعداء الا في تمبل والبطوله مش هتتلعب في تمبل واضمن لك ان مفيش اي حاجه هتحصل. بيخرج بره وبيقول له افرح هلا خلاص حلت لك المشكله، كان سوء تفاهم بس والحمد لله اتحل، مش انت وبس في المنتخب انت وكل زمايلك. بيفرح قوي وعينيه بتدمع. بيقول له بتعيط ليه يالا؟ بتعيط وانا موجود؟ تعالى في حضني يا غالي. بياخده بالحضن. ثاني يوم بيوصلوا على محطه القطر وبيقول له اسمع يا اوعى ترجع من غير البطوله، اهل المنطقه كلهم مستنيين على نار، عايزك ترفع راسي. بيقول له اكيد يابا. بيقول له واقف بعيد باصص لي كده ليه؟ تعالى في حضني يا. بياخده بالحضن وبيسلم على انجلو ويسيبها وبيركب القطر. ابوه بيقول له ولا اوعى ترجع ياض من غير الكاس. بيقول له اكيد لا يابا، وهوب بياخد سكينه في ظهره. بيجل بينصدم، هو بينزل وبيروح له جاري. بيقول له لا يا بيجل تركب القطر وامشي يا ابني. بيجل ما بيرجعش، هو بيروح له جاري يا صديقي برغم ان في سكينه في ظهره. بيعافر معاهم وبيجل كل ده في الطريق. ابوه شغال بالسكين وقال لك كانه شاب عنده 20 سنه، وبرده تاني اولاد الهرمه بيغجوه، وكل ده بيجل لسه في الطريق يا صديقي. ابوه برده بيقطع فيهم ولكن بيتقطع اكتر يا صديقي، وكل ده ولسه بيجل في الطريق. ده انت لو سافرت كنت هترجع اسرع من كده. يلا اجري. المهم 3 مره واحده بيخشوا فيه بسكاكين اللي هم مين؟ اليكس ودانيال وواحد تالت من رجالتهم. بيركنوه على جنب، والغريب ان بعد الغشغيش ده كله لسه عايش. اخيرا بيوصل الوحش العنيف، الولد المخيف، الكدابه التي بكتبه مشرح فيهم زي ما انت شايف على
خفيف بيخش عليهم مش شايف قدامه، واللي بيقف في وشه بيعرفه تمامه. ابلع على بيخلص على كل رجالتهم باهانه، واليكس بيخش عليه هي سكين في كتفه بيطفيه، واحده في صدره بينهيه، بيروح جري لابوه اللي بيكون خلاص مات يا صديقي. دانيال بيشوف اليكس خلاص، الباقي من رجالته بياخدوه ويهربوا من المكان. اما بيجي اللي بيقعد في وش ابوه وبيفتكر كل اللي كان ولحظات ابوه زمان حلوهم ومرهم، اجمل حضن مليان دفى وحنان بياخده بالحضن. هو بيشوف سنجة ابوه جنبه بياخدها، ورجاله ابوه كلهم بيقفوا في ظهره. كثير بيخلص الحكايه لرئيس النادي، هو بيقول له لو ركب معانا القطر ساعتها كانت حياته هتتغير 180 درجه، ولكن ما ركبش واحنا رحنا دلهي لعبنا لوحدنا من غيره ما عرفناش نعمل اي حاجه، ورجعنا طو زي ما راحوا زي ما جاوا. اما هو خلص على كل رجاله اليكس، ودانيال هرب من تمبل، ومن ساعتها بيجي قاعد وسط اهل المنطقه حاميهم من اي حد يفكر يجي عليهم. حتى الفريق اللي انا عملته ده هو اللي اقترح عليا الفكره، جمعت البنات دول وهو شال مصاريفهم كلها، وانا دايما كنت ببلغه كل جديد اول باول، هو الوحيد اللي يقدر ياخد مكاني، واحتمال كبير لو وافق يبقى المدرب هيقدر ياخد البطوله. تاني يوم بيجي بيكون جايب دانيال ومكسر عظمه، وبيقول له ليه ضربته ليه كثير عمل لك ايه؟ رجالته بيمسكوه، هو الظابط بيقول له معلش يا مايكل عندنا دي الكلب ده هربان من السجن بس ما تشيلش هم، وعد مني مش هيهرب تاني. بياخدوه ورئيس النادي بيحضر في المكان، بياخدوا الكثير في المستشفى، بيقول له يا صاحبي انا عارف انك مش هتوافق علشان اللي حصل زمان، بس علشان خاطري وخاطر حلمنا وحلم البنات اللي احنا بدأناه سوا عايزك تمسك التدريب مكاني. بيقول له هفكر. تاني يوم البنات بيفضلوا مستنيين على المحطه، ولكن بيجي ما بيحضرش في المكان، والقطر بيكون خلاص ماشي. واحده منهم بتقول لهم يلا احنا هنلعب من غير مدرب وزي ما تيجي، وفعلا بيركبوا القطر، ولكن بيحضر في المكان الوحش المهين اسد العرين بيجي بيركب معاهم، وبيفتكر اللي حصل في نفس المكان. اما ابوه قال له اهم حاجه الكاس يا ابني، اوعى ترجع من غيره يلا. بيضحك والفريق بيوصل هناك، ولكن بيجي بيهملهم وما بيركزش معاهم خالص، لا بيدربهم ولا بيديهم اي اهتمام. نهار الليل مع حبيبه القلب انجل، وهوب البلطجيه دول بيهجموا عليه. بتهجموا على مين؟ ده انتوا يومكم تيه ابلع على بيكسر عظمهم، وهو بيجي واحد بالمكنه دي هو بيضرب طلقتين عليه ما بيجوش فيه، والكل بيخرج بره. البلطجيه بيهربوا من المكان، والبنات بيبصوا على بيجال ما بيعرفش يرفع عينيه فيهم. تاني يوم بيتعرض على اعضاء الاتحاد، وواحد منهم بيقول له وصلت لضرب النار احنا ما نعرفش مين دول، ولذلك هنضطر نطردك من هنا لانك اكيد مجرم زيهم. وهو جاي رئيس الاتحاد بيخش عليهم بيقول لهم في ايه ماله بيجال؟ بيقول له يا ريس اللي حصل امبارح. بيقول خلاص روح يا بيجال روح شوف وراك ايه وسيب لي الموضوع ده. بيسيبهم ويمشي. وتاني يوم بتبدا البطوله، الكل بيكون متحمس لان المباراه بتكون بين اقوى فريقين في الهاند، تمبل وماني بول. ومين بيكون مدرب ماني بول يا صديقي؟ هو سما. بيقول له ازيك يا بيجال فاكرني؟ بيقول له اكيد. بيقول له يوم 1 ابريل اخر مباراه خسرتها. بيقول له للاسف وانا مستحيل انسى اليوم ده. بيقول له ليه؟ كانت اول مباراه تكسبها؟ بيقول له لا كانت اخر مباراه العبها. بيقول له يا عم عادي المهم انا زعلان قوي. بيقول له ليه؟ بيقول له لانك هتخسر اول مباراه ليك كمدرب. بيقول له هنشوف. وفعلا المباراه بتبدا، وفريق ماني بول بيروح بهجمه، الكره بتروح على الجناح بتترفع ارضيه في منطقه الجزاء ويوزع الهدف الاول بالراس. هو مايكل بيقول للبنات عاش عليكم هنعوض يا بنات. بيسنطروه، والبنت اللي معاها الكره بتدي باص غلط، الكره بتخرج بره. زميلتها بتقول لها انت اتجننتي ايه اللي بتعمليه ده؟ مايكل بيحاول يحل معاهم ولكن محدش بيسمع له، بيسيبوه ويمشوا وبيكملوا المباراه. بيمبو بتاخد الكره وبتراوغ وتعدي وتوزع، ولكن الحارس بيكون في التصدي، بتروح عليهم هجمه مرتده، وبنت اللعيبه دي بتراوغ وعلى علي بتاخد المدافع وتوزع بتجيب الهدف الثاني. الشوط الاول بيخلص 2-0، وفريق تمبل بيطلعوا في منتهى الحزن. مايكل بيمد لهم ايديه، كلهم بيبصوا له باستحقار لانه هو السبب، ما بيرضوش يتكلم معاهم. اما فريق ماني بول مدربهم بيتكلم معاهم، وبيبدا الشوط الثاني. فريق ماني بول بيسجل هدف والمباراه بتخلص 3-0 ليهم. مايكل بيخسر اول مباراه ليه كمدرب، وسامر بيقول له ايه يا وحش شد حيلك لانك لو خسرت مباراه كمان هتطلع من البطوله خالص، سلام موز بالموز عسى. وبيسيبوه يمشي. الصحفيه بتقول لي فيمو هو ممكن تقول لنا ليه خسرتوا اول مباراه في البطوله كده بسهوله؟ بتقول لها لو كان عندنا مدرب كويس ما كناش هنخسر المباراه دي. بيجي اللي بيسمع الكلام ده هو بيكون في منتهى الحزن. على بالليل بيفضل يفكر في الكلام، وبياخد استقالته وبيروح لجي رئيس الاتحاد. بيقول له ليه كده يا ابني؟ حرام عليك الفريق بتاعك كويس وانت باين عليك مدرب شاطر، ليه هتسيب التدريب؟ بيقول له لا يا فندم البنات مش راضيين بيا، ما تقلقش عليهم رئيس النادي هيشوف لهم مدرب كويس. وهوب رجالته بيخش عليه بالبلطجيه دول. بيقول لهم ايه ده؟ بيقولوا له هم دول البلطجيه اللي هجموا عليك يا ريس. بيقول لهم وده ينفع هنا؟ اطلعوا بيهم بره. بيقول له لا ما هم لازم يكونوا هنا لان رئيس الاتحاد جاي هو اللي باعتهم هنا. مايكل بينصدم وجاي بيخرج الوش اللي مخبيه. بيجي بيقول له ليه يا فندم؟ بيقول له بسبب ابوه، لان يوم ما راح له صديقه قال له ابوس ايديك يا فندم انا ابن محترم
مروان ما يخشش المنتخب بسببي. بيسيب ايديه وبيروح يطيرها من العلبه دي. يقول له بص يا رايبه، بالنسبه لك الكوره رياضه، ولكن بالنسبه لي انا شغل بيزنس، واللي يدفع فيها اكتر هو اللي بيكسب. واليكس اداني كتير قوي علشان ما اخدش ابنك في المنتخب، هتدفع اكتر منه هدخل ابنك المنتخب. بيغضب. هو بيقول له انا بقالي ساعه بكلمك عن احترام ابني مش شبهي، ولو دفعت علشان ادخله المنتخب يبقى بدخله دايرتي. انا من رايي ابني موهوب ومكانه في المنتخب لازم يكون موجود. عارف ليه؟ لان ابوه برضه موهوب بس في حتته، وانت دخلت حتتي. النهارده بقى هتبدا لعبتي. سلام عليكم. هو بيسيبه ويمشي. بيخرج بره البيجيل. هو بيقول له مبروك يا ابني، انت وباقي زمايلك في المنتخب. على بالليل بيروحوا. بيقول لبيجيل نزلني هنا يا ابني، يلا هشوف عمك حمص تعبان وهاجي وراه. بيقول له خلصانه يابا. بيسيبه ويمشي. وهو بيخش جوه بيلاقي رجالته مظبطين جاي تظبيطه محترمه. بيقول له شوف، انا لو عايز اخلص عليك هخلص عليك حاله، بتشغل دماغك عليا؟ هاتوا الاستماره يا رجاله. بيجيبوا له الاستماره. بيقول له امضي. بيقول له ايه ده؟ انا لو مضيت الاستماره دي هخسر شغلي. بيقول له ما هو انت لو ما مضيتش هتخسر حياتك، اخلص امضي. بيمضي. هو بيقول له بكره الاقيك مدخل ابني وكل زمايله قائمه المنتخب، والا هودي الورقه دي على الاتحاد وانت عارف هيعملوا فيك ايه. وفعلا بيضطر يحط اسمائهم في قائمه المنتخب. بيقول له كنت هخزوها بس انت ما جاتش، وعرفت بعدها ان اليكس قتل ابوه. هديت شويه وحسيت اني خدت حقي. بيجي بيضحك وبيقطع استقالته قدامه. بيقول له ايه رايك بقى؟ انا كنت ماشي بس غيرت رايي، عارف انك هتحاول كتير توقفني بعلاقاتك، بس عايزك تجيب اخرك وبرضه مش هتعرف توقفني، وكنت فرحان في موت ابويا. الايام الجايه اثبت لك ان اللي خلف ما ماتش. هو بيسيبه ويمشي. بيروح على الملعب اللي بيتدربوا فيه البنات وبياخد الكره منهم. بيقوم بتقول له كويس انك عارف المكان اللي بنتدرب فيه، ما انت كنت ماشي، اللي رجعك تاني. بيقول لهم هتحداكم تحدي واحد، هلعب قدامكم كلكم مباراه واحده، كلكم هتكونوا فريق وانا فريق لوحدي. ان عرفتوا تسجلوا عليا هدف واحد يبقى انتوا كسبتوا المباراه وهسيبكم وامشي، وان انا سجلت 3 اهداف هبقى انا اللي كسبت وهكمل في تدريبكم، وهو ما حدش فيكم هيمشي الا بكلامي. مفهوم؟ ايه خايفين ولا ايه؟ كلهم بيضحكوا. والمباراه بتبدا يا صديقي. بيمشي بالكوره واول 2 بياخدهم على العالي، الباقي بيلبسهم كباري وبيخش على احسن مدافع فيهم بيرقصها عماوي، وبرضه على عماوي بيوزع. يجيب اول هدف وبيرجع بالكوره تاني بيخش عليهم واول واحده على العالي، والتانيه بيقول لها خش يا بت تعالي، بتخش يلبسها كوبري جمالي، بيعديهم كلهم وبيبقى انفراد على الحارس. بيقول لها ايه مش هتيجي ولا ايه؟ بتيجي بيديها لوب غالي، مش شفه يا بنت خالي. اما الهدف التالت بيكون خيالي، بيرقصهم كلهم بما فيهم الحارس، بيقف بالكره على الخط وبيحطها صديقي تاني يوم بيقول لهم صباح الخير. اول واحده بتقول له صباح النور يا كوتش، التانيه بتقول له صباح النور يا كوتش، بتقول له صباح النور، بيقول لها بصوت عالي، بتقول له صباح النور يا كوتش، بيقول لها اعلى، بتقول له صباح النور يا كوتش. بيبص لرجالته بيقول له صباح النور يا كوتش، بيقول لهم خسرت امبارح كانت بسبب مين فيكم؟ كل واحده بترميها على التانيه. بيقول لهم يعني كلكم غلطانين؟ كلهم بيقولوا له لا انا مش غلطانه يا كوتش. بيقول لهم طيب هنعرف دلوقتي خسرت الماتش بسبب مين. شايفين المرمى ده؟ كل واحده فيكم هتشوت شوطه تجيبها في اي فتحه من الفتحات دول، وان اي واحده فيكم ما جابتش الكره بتاعتها هتاخدوها كلكم جري من اول الملعب لاخره 10 مرات، 10 مرات رايح جاي. ها مفهوم؟ بيقولوا له تمام يا كابتن. اول واحده بتخش بتحط الكوره على الشمال بتضرب في القائم، بيقول لهم 10 لفات على السريع، بيروحوا وبيجوا 10 مرات بيخلصوهم، بيقول لهم يلا اللي بعديها. الثانيه بتخش بتركيز بتوزع بتخبط في العارضه، بيقول لهم 10 لفات، بيخلصوا ال10 لفات، بيقول لهم اللي بعدها بتضرب الكوره بتجيبها في القائم 10 لفات، بتخش اللي بعدها بتجيبها في العارضه 10 لفات، بيجيبوا اخرهم وكلهم بضياع صديقي. القائد بتجيب اخرها وبتخش وبتقلع الجاكيت، بتركز على المربع اللي على الشمال وبتخبط الكوره، اخيرا بتخش اللي بعدها بتجيبها واللي بعدهم بتجيبها، وكلهم سبحان الله بيجيبوها صديقي، ما حدش فيهم بيضيع خالص. بيقول للبنت دي تعالي انت ليه ركزتي قوي وجبت الكوره؟ بتقول له بصراحه الكوتش صعبوا عليا زمايلي، احنا جبنا اخرنا من كتر الجري. بيقول لها هو ده المطلوب، الواحد اما بيعمل حاجه علشان نفسه بنسبه 90% ما بينجحش فيها، ولكن لو عملها علشان اي حد يهمه بيخاف لا يفشل فيها، ده بيركز قوي وبيعملها بكل اتقان. لو كل واحده فيكم بتلعب علشان زميلتها ما كنتوش هتخسروا المباراه، انتوا كلكم فريق واحد والمفروض تلعبوا علشان بعض. اسالكم تاني مين السبب في خساره مباراه امبارح؟ بيقولوا له كلنا يا كوتش. بيقول لهم مش سامع. بيقولوا له كلنا يا كوتش. بيقول لهم يبقى ما فيش حد فيكم هيلعب لنفسه تاني، كل واحده فيكم هتلعب علشان التانيه. من بعدها صديقي بيدربهم تدريب من نار، وتاني يوم كلهم بيستعدوا للمباراه التانيه، مباراه اكون او لا اكون. وهوب الظابط بيقول له معلش يا مايكل تعالى معانا. بيقول له ليه يا باشا؟ بيقول له من اسبوع فات في نار اتضربت في المكان، عايزين نعرف مين اللي ضربها. بيقول له حاضر بس انا عندي ماتش اخلصه واجي وراه. بيقول له مش هينفع لازم تيجي معايا حالا. بيقول له تمام يا فندم. بيدي الاجنده دي لانجل او بيقول لها هتلاقي الخطه هنا. ها بيروح معاهم والمباراه بتبدا. بيوصل القاسم والظابط بيقول له ايه يا بيجي عايز تمشي في طريق ابوك؟ بيقول له يا فندم الكاميرات مصوره كل حاجه، مش انا اللي ضربت نار في المكان، هم اللي ضربوا عليا وهم اللي هاجمين عليا اصلا. بيقول له انا ما شفتش حاجه وبصراحه مش هينفع اسيبك تمشي دلوقتي لان رئيس الوزراء معدي ممكن تضربه عيارين ولا حاجه. بيجي له تليفون بيقول له كلم. بياخد التليفون بيكون جاي ابن الهرمه صديقي. بيقول له حبيبي بيجي ما تقلقش 90 دقيقه وهطلعك من عندك، اخلص المباراه بس وهتمشي على طول، مش قلت لك يا مطر اللعب معايا خطر. وبيقفل في وشه. الظابط
بيقول له 90 دقيقه وهمشيك يا عم ابصر. وهوب فريقه بيستقبل الهدف الاول. بيجل بيقول لمساعد الضابط فاضل قد ايه يا حموده؟ يقول له ده لسه ما عداش 10 دقايق. وهوب فريقه بيستقبل الهدف الثاني. مره واحده العربيه دي بتخش في عربيه رئيس الوزراء، وظابط القسم بيشوف الاخبار بيكون في منتهى الصدمه. وبيجل بيقول لمساعد الشرطه ايه يا وزه، مش هتقول لي حموده فاضل كام دقيقه؟ طب اقول لكم انا، تعدوا بقى وعدوا معايا، 1 2 10 اضرب يا فرغه. المكان كله بره بينفجر. والظابط بيقول له يا ابني انت شطان، ابوس ايديك خلاص امشي. بيقول له لا انا قاعد معاكم شويه. بيقول له لا يا عم امشي عليا الطماطم لا تمشي. بيقول له ما هو انا مش معايا مواصلات. بيقول له لا خد المكنه بتاعتي وامشي. بياخد المكنه وطيران بيروح على الملعب. في الوقت ده فين بتروح بهجمه، وهوب بنت الهرمه دي بتشنكلها بتجيبها في منطقه الجزاء. الحكم بيقول ما فيهاش حاجه. الفريق التاني بيفضل يكسر فيهم، والحكم بيقول لهم ما فيش حاجه. واللي بيكون رشيه ابن الهرمه جاي. ما تقلقوش يا بنات، حضر في المكان حلال الازمات. الشوط الاول بيخلص، بيكون وسطهم الوحش المهين اسد العرين بيجال. بيخش ارض الملعب وجاي بيكون في منتهى الصدمه. الشوط التاني بيبدا، وكالعاده الفريق التاني بيبدا يكسر فيهم، والحكم كالعاده بيقول لهم عادي ما فيهاش حاجه. غلبان ما يعرفش ان اللي هيعمل قلبان للمباراه حضر في المكان. بيقول بنت يا باندا اجهزي علشان هتنزلي. بتقوم تسخن، بيجي بيقول لها على المطلوب. بتنزل على الملعب، بتروح جري ناحيه الكوره، وهي واحده للحكم بتشقلبه وبتجيبه على الارض بتنهيه. بيخرجوه من الملعب على نقاله، وطبعا بينزل حكم غيره. جاي القلق بيزيد في قلبه لان اللعبه هيبقى نضيف. ومن بعدها عينيك ما تشوف اللي لعيبه بيجيل الحريف. البنت بتروح على الكوره وبترزع رزيق. استر يا لطيف، حلاوتك يا بنت الحريف. بياخدوا ضربه ركنيه، والبنت فين بالراس. خلاص يا بابا خلاص، جه التعادل بسبب ابن الكدابين المداس. الفريق التاني بيسنطر، بيروح بهجمه خطيره خطيره وبيجيبوا هدف ثالث يا صديقي. بيجي يسكت يا صديقي، لا والله. بيقول بنت يا غيتا يلا انزلي. بيقول لها على المطلوب، وبينزلها على الملعب. الكره بتكون على الجناح، بتروح عرضيه ويا عيني على الاستلام. بتلف جسمها وبترزع. لعيبه 3-3 وما بيكونش فاضل الا 17 دقيقه. بيجي بينزل انيتا، بتخش الملعب وبتبص حواليها، بتفتكر كل اللي حصل لها وبتاخد حافز اكتر. الكره بتروح لها بتفوت وتوزع. اللعيبه بتجيب هدف الانتصار. الكل بيكون في منتهى السعاده، والحكم بيصفر نهايه المباراه. ورسميا فريق تمبل بيكون في النهائي. على بالليل الدنيا بتتقلب، ومايكل بيقول لانجل فين؟ بتقول له فين اتخطفت. ورجالته بيقولوا له انيتا كمان اتخطفت يا ريس. هفضل لعيبه عنده كلهم بيتخطفوا. وهوب العربيه دي بتخش عليهم، بترمي الشوال ده وبتمشي. بيروحوا جري على الشوال، بيفتحوه بيلاقوا فيه فيمبو يا صديقي. بيلاقوها متخدره، وبياخدوها جري على المستشفى. بيجي بيقف بره، بيكون في منتهى الحزن عليها وعلى باقي زمايلها اللي مش لاقيهم. وهوب بيجي له تليفون، بيقول ايوه مين؟ بيقول له اسمع على، لو عايز البنات بتوعك خد حقنه بنج كلي ورجالتي هيجيبوك هنا. بياخد الحقنه، هو بيفوق بيلاقي نفسه متكتف. بيلاقي من قدامه ابن الهرمدان يا صديقي. وطبعا دانيال كان مسجون، ولكن جاي بعلاقاته خرجه من السجن وخلاه يخطف البنات ويخدرهم علشان جاي ما يكسبش البطوله. وفعلا ابن الهرمه بيقول له انا جبتك هنا بس مش علشان اخدرهم، علشان هخلص عليهم قدام عينيه. ابن الهرمه بيروح بالحقنه وبنخلص هيديها لها. تفتكر ان ده هيحصل يا صديقي؟ لا والله. بيلاقي الوحش العنيف في ظهره مكتفه بايديه. واحد يقول لي ازاي ميخا فك نفسه، والاغرب كمان متخضر، المفروض ما يتحركش اصلا. ده هند يا صديقي، والبنج بالنسبه له فيتامين سي. المهم بقى الرجاله بيخشوا عليه ولا بيهزوا عليه، بيدغدغ في عظمهم بكل غباء، والكذب مسيطر في المكان. ولده ابلع على بيكسر المكان على الرجاله. وابن الهرمه دانيال بيكون ماسك البنت وخلاص هيديها الحقنه، ولكن مايكل بيخبطه بالحديده دي. ابن الهرمه بيقوم وبياخدها جري من المكان، بياخدها جري وراه. ودانيال بيفضل يجري لحد ما بيخش بيته، برضه بيخش وراه. ابوه خلاص هيقتله، ولكن بيلاقي ابنه في الاوضه. بيقول له انا مش هقتلك قدام ابنك زي ما انت عملت فيا. احساس وحش قوي اما الاب يموت قدام ابنه. فيا اللي بتعمله بقى ده يا اخي، روح يا حبيب البابا. وبيسيبهم ويمشي. تاني يوم بيكون النهائي ضد فريق مين؟ ماريبورا صديقي، نفس الفريق اللي غلبهم في بدايه البطوله. وما شاء الله على التجهيز، حاجه ما يعملهاش تلاميذ. المهم الماتش بيبدا، وفريق تمبل بيشكل اول خطوره. البنت بتكون معاها الكوره وبتوزع، ولكن الحارس في التصدي. بتروح عليهم مرتده، وما بيكونش في حل تاني غير البنت تاخد فاول تكتيكي. فريق مانيبور بيلعبوا الفاول. البنت بترمي الكوره في منطقه الجزاء، بيجي فيهم الهدف الاول. بيجي بيقول باندا يلا علشان تنزلي. بيخش الملعب، وفريق مانيبور بيروح عليهم بهجمه. البنت بتاخد كوبري بتنزل على الارض. بيستقبلوا الهدف الثاني، وفريق تمبل بيروح بهجمه، ولكن في النهايه بتكون وحشه صديقي. فريق مانيبور بيروح بمرتده. البنت بتلم الحارس وبتديها لزميلتها على طبق من دهب، بترميها في الشباك. والشوط الاول بيخلص 3-0 لفريق مانيبور. فريق تمبل بيخش اوضه اللبس، بيخش وراهم بيجي يقول لهم عاش عليكم، ايه القرف اللي كان شغال ده؟ بذمتكم انتوا لعيبه؟ وانت يا خميره ازاي بتتلم بالسهوله دي؟ ما عندكيش كتف قانوني تستخدميه؟ البت بتهتك اتفلطت على الارض زي العجينه. بتقول له يا كابتن انا مش خميره. بيقول لها لا خميره. بتقول له بعد اذنك يا كابتن انا مش خميره. بيقول لها لا خميره يا خميره. بتقول له يا كابتن وربنا
انجل بتقول له عيب كده، إيه اللي انت عملته ده؟ بيقول لها ده المطلوب، خليها تطلع غلها عليهم في الملعب. الشوط التاني بيبدا والخميره بتستلم الكوره، لعيبه بتيجي تاخد الكوره ولكن كانها خبطت رجليها في سلم حديد. البنت بتتقلب على الارض، هوبندا بتمد الكوره من نص الملعب وتوزع الكوره جول. الكل بيكون في منتهى الذهول بما فيهم بيجيلا صديقي. بتقول له ايه رايك خميره؟ بيقول لها خميره. بيقول له ماشي يا عم. بتدي له بوسه وبيديها بوسه، وانا قاعد يا صديقي باكل بسبوسه. المهم بيروحوا بهجمه تاني، البنت بتعملها عرضيات تانيه بتشفلحها في الشباك، كلهم مره واحده بيدوها واحده المهم برضه تاني بيروحوا بهجمه من نفس الطرف، والبنت دي بترمي كوره عرضيه. التانيه بتفتكر كلام بيجي ليها، بتستنى الكوره واحده باكورد على الطاير، لا تقول لي شيشه ولا سجاير. التعادل العادل لفريق تامبا. الوقت بيخلص وهيضطروا يلعبوا ضربات جزاء. اول ضربه بكل مانيبور البنت بتسجلها بكل سهوله، تاني ضربه بكل تامبل البنت بتشوت الحارس بتصده ولكن برضه الكوره بتخش. التالته بكل مانيبور البنت بتشوت الكوره بتخش. الرابعه بكل تامبل برضه بتخش. الخامسه بكل مانيبور برضه بتخش. الخامسه لتامبل البنت بتحط الكوره ولكن مفيش ثقه خالص يا صديقي، بتشوت وهوب حارس مانيبور بتصدها يا صديقي. الكره الثانيه حارس تامبل بتقف بتركيز، البنت بتشوت ولكن حارس تامبل في المكان والزمان بتبعد الكوره. اخر ضربه بتخش، اللعيبه اللي بعدها بتخش وبتفتكر اول كوره جابتها في ال90 بتشوت وبتجيبها في نفس المكان. خش هتجيبك يا بنت الراجل الفنان. حارس تامبل بتقف وبتكون مرعوبه الضربه دي تخش. لاعيبة مانيبور بتشوت ولكن بتصدها بنت الهلفوت. خش هتجيبك يا صغنطوط. اخر ضربه دي لو دخلت فريق تامبل خلاص كسب البطوله. بتخش الوزه الاموره والكل بيكون في منتهى الرعب لا تضيع الكوره بما فيهم كاسيرو وبيجيلا صديقي. والبنت بتكون مرعوبه بتشوت الكوره ولكن الحارس بتصدها، بس الكوره بيكون لها راي تاني. بتخش يا صديقي، خشت وجابتها، عملتها اللعيبه وفرحت كل اللعيبه. زمايلها كلهم بيكونوا في منتهى السعاده. وما تقلقش يا صديقي دي دموع الفرحه. بياخدوا مدربهم بيجيل بالحضن وبيروحوا الكاسير برضه بياخدوه بالحضن. بيجيل بيستغل الزيطه دي وبياخد انجل بالحضن، وكاسير بيستلم الكاس هو وبيجيل، وانجل والبنات بيكونوا في منتهى السعاده بعد ما حققوا حلمهم يا ساده.